يعني ايه وساطة عقارية؟ وهل كل اللي بيبيع شقة يعتبر وسيط؟ في ناس كتير فاكرة ان اي حد عنده لابتوب وموبايل وحساب انستجرام ممكن يشتغل وسيط عقاري، يقعد ينزل في بوستات ويرد على استفسارات ويقفل كام بيعة والسلام. بس خليني اقولك، الوساطة العقارية في الامارات مش بس مهنة، دي مهنة زائد مسؤولية زائد قانون. يعني ايه وسيط عقاري؟ ببساطة هو الشخص اللي بيربط بين البائع والمشتري او المؤجر والمستأجر بشكل احترافي قانوني ومرخص. لكن في الامارات الموضوع اعمق من كده بكتير. اولا لازم تفهم ان الوسيط العقاري في الامارات بيتعامل مع واحد من اضخم الاسواق العقاريه في العالم، سوق حجمه سنويا بيعدي ال 700 مليار درهم، مش هزار. عشان كده الدوله حطت قوانين صارمه تنظم شغل الوسيط العقاري، مش اي حد ينفع يدخل السوق ده بدون تصريح. طيب نرجع لسؤال الحلقه، هل كل واحد بيبيع استوديو يعتبر وسيط؟ الاجابه ببساطه لا، الا لو كان حاصل على رخصه عقاريه ساريه من ريرا، مؤسسه التنظيم العقاري، رقم من تراخيصي لكل اعلان او عرض بقدمه للعملاء، تسجيل رسمي في نظام الوسطاء العقاريين المعتمد من DLD. اي شغل خارج الاطار ده بيعتبر غير قانوني وممكن يؤدي لغرامه ضخمه وسحب الترخيص ده لو عنده اصلا. طب مين هو الوسيط العقاري الحقيقي في الامارات؟ بيدرس السوق بشكل مستمر، بيفهم المنتج اللي بيبيعه من كل زواياه، الموقع، العائد، خطة السداد، والمطور، بيمثل العميل بمصداقية مش بمصلحة، وبيشتغل وفق لعقود رسمية ومراسلات موثقة وشفافية كاملة. وخليني أقول لك على حاجة مهمة، العميل في دبي بقى واعي جدا، عارف حقوقه وبيسأل عن الرخصة وبيبص على الاحتراف قبل الشكل. يعني إيه؟ يعني عشان تشتغل وتستمر وتكبر لازم تبقى محترف بمعنى الكلمة، مش بس ظاهر على انك محترف. الخلاصة، الوساطة العقارية مش وظيفة، دي ثقة، ترخيص، علاقة مستمرة مع السوق والعملاء، ودي الخطوة الأولى عشان تبقى في الصفوف الأمامية مش في الظل. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن قلب اللعبة، ازاي تبقى وسيط قانوني فعليا من أول الرخصة لحد ما تشتغل بأمان وتحمي نفسك وتحمي عميلك. تابع السلسلة واوعى تقع في فخ البياع اللي مش مرخص.